ده الفيديو اللي جابني عشان اجرب اشهر ساندوتش تركي في مصر. المكان هو بيبك وبيعمل المشويات على الطريقة التركية بالظبط. ده بقى العيش بتاعهم وده السر، بيحطوا عليه صوص خاص بيهم وكمان رشة سمسم وحبة البركة، وبعد كده بيتحط على الشواية وبيودي طعم الساندوتش في حتة تانية خالص. شفت المشويات وهي بتتشوي على الفحم وكان ريحتها تجنن. بيحطوا بقدونس وبصل وطماطم وبعد كده الفراخ او الكباب، وبعد كده بيتعملوا رول وتاكلوا احلى ساندوتش في حياتكم. عندهم كمان فروج البعبع، وده بيكون عبارة عن فراخ وبطاطس وعليها صوص بينك. اما ده كباب البعبع، وده بيكون عبارة عن كباب وبطاطس وعليه صوص طحينة. طلبت بوكس 4 سندوتشات وجربت الكباب مع صوص البينك وكان طعمه خطير. كمان جربت الشيش مع التومية كان طعمه حلو قوي، بس بصراحة ما حبيتش البقدونس في الساندوتش مع الفراخ، حبيته اكتر مع الكباب. نيجي بقى الفروج البعبع، الفراخ كان عليها توابل كده مش عارفة لونها احمر مع البطاطس مع صوص البينك، الميكس ده كان حلو قوي. كمان ميكس الكباب مع البطاطس والطحينة كان طعمه حلو، بس انا بالنسبة لي حبيت الفراخ اكتر. وما كانش ينفع اروح هناك من غير ما اجرب ميلك تشيك العيران، كان اول مره اجربه. جربت ال3 انواع، فراوله وعيران وبلو بيري، وطعمهم كان حلو قوي، بس انا بالنسبه لي اكتر حاجه عجبتني الفراوله. لو عايزين تجربوا ألذ سندوتشات تركي في مصر يبقى لازم تروحوا بيبك، متاكده انه هيعجبكم. يلا جربوه وقولوا لي.